السلام عليكم، انا خالد رغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم نعمل ايه لما نفقد الشغف. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. عملت فوت هنا على القناة، ولو انتم مش متابعين القناة فلازم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. قلت لكم ايه اكتر مشكلة بتواجهكم الفترة دي، وكان الاغلب بيجاوب ان هو فاقد الشغف او عنده فقدان للشغف. وما تقلقش او ما تقلقيش، لان دي مش حاجة غريبة ومش حاجة انت او انتي اللي معرضين لها بس. انا اثبت لكم دلوقتي اهو بالفوت ان في ناس كتير زيكم، ولكن ده ما يخليناش نكسل او نقول ان احنا خلاص ده في زي كتير فانا هفضل كده لحد بقى ما نشوف هبدأ اخد الاجازة ولا هعمل ايه بالظبط. في كذا حاجة لازم نبقى عارفينها عشان نبدأ نفهم ازاي هنعالج الموضوع ده، ازاي هنقدر نتخطاه بسرعة. في اول السنة في فيديوهات كانت قبل كده قلت لكم ان دايما ابدأوا من الاول جامد، عشان كده كده هتقعوا. سواء اللي بدأ جامد هيبدأ يحس ان هو ارهق وتعب، واللي بدأ برضو على الهادي كده هيلاقي نفسه برضو زهق ومل. فكده كده ايا كان اي حد في ثانويه عامه لازم هيجيله الفتره، وغالبا هي بتبقى الفتره دي لان الفتره اللي بعد اجازه نص السنه اصلا هتلاقوا المدرسين بيجروا، وهتلاقوا المنهج خلاص بيفنشوه بسرعه، وهيخشوا في المراجعه، وانتوا اصلا مش هتلحقوا تفقدوا الشغف. من الاخر انتوا هتبقوا اللي هو بتعيطوا بعين وبتذاكروا بعين. لكن ده الوقت اللي هو بقى فقدان شغف وتراكمات، وراكمت عليا ده شويه. وفي اصلا ممكن يكون منكم اللي كاتب لي فقدان الشغف وهو بيقول كده ناتج عن التراكمات. يعني ما هو في منكم هتلاقيه مراكم، وهو كل ما يشوف التراكمات دي يقول انا مش هلحق المها، فيفقد الشغف ويقول خلاص بعد كده هلم اكتر، يقوم التراكم يزيد. فالكلام ده هو اللي بيسبب الفقدان بتاع الشغف. وممكن برضو يكون حد عادي مش مراكم، وممكن يكون شغال كويس ولكن هو تعب فعلا وشايف ان السنة طولت والسنة صعبة، او السنة حاسس خايف ما يجيبش مجموع، بيفكر في يوم النتيجة كتير، حاجات كتير جدا. بصوا من الاخر زي ما دايما بكلمكم بصراحة وبكلمكم بالحقيقة، لازم تبقوا عارفين ان احنا دلوقتي خلاص يعتبر في اخر 12، داخلين على اخر 12 يعني. وبعد كده هنخش على واحد، وواحد هيبقى فيه اجازة نص السنة. يعني انتوا فاضل لكم ايه؟ فاضل لكم حوالي مثلا اسبوعين 3 وتاخدوا اجازة نص السنة. واغلب المدرسين او يعني 99.9 من المدرسين هيدوكوا اجازة نص السنة حتى لو يومين. تمام. بس الفكرة ايه بقى؟ ان احنا نركز بس اسبوعين. انا كنت في الفترة دي بقول لنفسي اسبوعين 3 دول هات اخرك فيهم، لان انت هتاخد اجازة، هتاخد ايه؟ اجازة نص السنة. هتاخد راحة من جزء كبير قوي قطعته. جزء الترم الاول معروف ان الترم الاول بيبقى اكبر من الترم التاني، فجزء الترم الاول ده كبير جدا جدا وانت عديت كل ده. ففاضل اسبوعين او 3 هات اخرك فيهم، لم المتراكم لو فيه، وحاول تخش نص السنة وانت خلاص جاهز. لان الترم التاني فيه حاجات تانية محتاجين نعملها، فتخش الترم التاني وانت مفيش وراك حاجة. حاولوا على قد ما تقدروا قبل ما اجازة نص السنة تيجي تلموا اللي عليكم. مفيش وقت ان انت تفقد الشغف دلوقتي، افقده في اجازة نص السنة كده. وبص يعني روق دماغك او روقي دماغك وشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، بس في اجازة نص السنة مش دلوقتي، لسه كل حاجة ليها وقت. في كتير من اللي بيقولوا دلوقتي احنا فاقدين الشغف او مش قادرين نذاكر، هيجوا في وقت الاجازة هيقول لك احنا عايزين نحل من كام كتاب، عايزين احل من كتاب التميز في الاحياء ما حلتش منه، كتاب الوسام في الفيزياء بيقولوا ان هو صعب قوي عايز احل منه في نص السنة. فكل حاجة نديها وقتها، وصدقوني الكلام ده هيحصل وهتشوفوا، لان احنا مجربين كل ده وعارفين اللي بيحصل وعارفين ايه اللي ممكن يجي في بالكم. فانا كل هدفي من الموضوع ان انتوا دلوقتي نركز ونجمد، لان مفيش حاجة اسمها نفقد الشغف. فقدان شغف ايه؟ احنا خلاص احنا السنة حرفيا يعني تقريبا دخلنا في نصها وممكن ازيد سنة كمان. فخلاص الموضوع بيخلص شوية وهنخش على الامتحانات وهنخش على النتيجة وهنخش في الكلية، وتجيبوا الكلية اللي نفسكوا فيها ان شاء الله، وتحققوا كل اللي نفسكوا فيه وتخشوا الكلية اللي نفسكوا فيها.
فافتكروا الموضوع ده، افتكروا ان انتوا ممكن تحققوا اللي نفسكم فيه، ممكن تخشوا كلية تفرحوا بيها نفسكم وتفرحوا بيها اهلكم، ايا كانت الكلية، كلية طبية، كلية مش طبية، علمي علوم، علم رياضة، ادبي، اي كلية انتوا نفسكم فيها، اهم حاجة يكون ان ده اللي انتوا نفسكم فيه هو ده اللي هيفرحكم، هو ده اللي هيحقق لكم حلمكم. فافتكروا ان ده مش هيحصل الا لما تلموا اللي عليكم دلوقتي، الا لما تذاكروا، الا لما تجيبوا كل اللي المفروض يتذاكر قبل نص السنة. لان الترم التاني اعتبروه سنة جديدة، اعتبروه بداية جديدة، اعتبروه كأنكم بدأتوا السنة من اولها بس في الترم التاني. الموضوع ده هيفرق معاكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. افتكروا الحماس والشغف اللي بدأتوا بيه في أول السنة، عايزكم تبدأوا بيه الترم التاني، عقلكم ده تنضفوه، تفتكروا كأنكم بدأتوا السنة من جديد، كأني بادئ السنة. الترم التاني ده هو السنة بتاعتي، أنا هبدأ بكل الحماس اللي فيا، بكل الطاقة اللي فيا، أبقى جددت الطاقة بتاعتي في كام يوم، 2 3 من أجازة نص السنة، محدش يذاكر في أجازة نص السنة، وأخش اكسر الدنيا. مش هشوف قدامي مذاكره لحد اخر السنه بقى، لحد انت قدامك بقى مراجعه وقدامك امتحانات، عايزك تبقى جايب اخرك فيهم. فمفيش حاجه اسمها نفقد الشغف، مفيش حاجه اسمها ان احنا دلوقتي نيجي دلوقتي ونقع ونكمل الوقوع بتاعنا، نكمل التراكمات اللي شغاله وبتيجي فوق دماغي اكتر واكتر، ازود التراكمات، اوصل لحد اخر السنه، اجي في ليله الامتحان اقول انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف الم المتراكم، وراجع مع المدرسين انا في حاجات اول مره اشوفها، ده ايه ده ازاي. لازم نلحق نلم نفسنا دلوقتي حالا، مفيش وقت فعلا. هيخش الترم التاني هتلاقوا المدرسين شغالين طحن ما بيهزروش، مراجعات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مراجعه نهائيه، امتحانات، مفيش هزار. لازم نلحق نلم نفسنا. تقريبا بنسبة يعني 90% من طلبة الثانوية عامة عندهم تراكمات أيا كان حجمها صغير حجمها كبير، عندهم تراكمات. أنا كان عندي تراكمات في الفترة دي برضو، أي حد عنده تراكمات في الفترة دي، فلازم نلحق نلم التراكمات دي على قد ما نقدر. وهحاول أساعدكم لو أقدر أساعدكم، اكتبوا لي المشكلة اللي عندكم في الكومنتات، واكتبوا لي لو عندكم أي استفسار برضو في الكومنتات، ولو عندكم أي سؤال أو أي حاجة أقدر أساعدكم بيها أو أعمل لكم فيديو عنها، فاكتبوا لي وهرد عليكم على طول، برد عليكم في ساعتها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. نشد حيلنا ونشد نفسنا كده ونبدا نذاكر، فاضل شويه على اجازه نص السنه وناخد بريك ونبدا نهزر مع بعض ونريح، ولكن دلوقتي وقت الجد، نشد اسبوعين 3، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.